طواجن السعادة الاقتصادية لجوع آخر الليل وبرد الشتا. حاجة كده اقتصادية وسريعة، مش بتاخد أكتر من 10 دقايق، وكمان مشبعة جدا وبتدفي في البرد اللي احنا فيه ده. كوباية من الشعرية، كوباية من الحليب، معلقة صغيرة من السمنة هنزل بيها في طاسة، وأول ما تسخن معايا هبدأ أنزل بكوباية من الشعرية وأقلب لحد ما يبقى لونها ذهبي بالشكل ده. هنزل عليها بكوباية من المية ومعلقتين من السكر، والسكر هنا نسبي، تقدروا تقللوا او تزودوا على حسب مقدار حبكم للسكر. هغطي عليها واوطي النار لحد ما تتشرب تماما وتبقى 3/4 سوا. هنزل بتلت كوباية من كوباية الحليب وهقلب كده وهسيبها دقيقة على النار علشان تاخد من طعم الحليب. بقية الحليب اللي هي كوباية الا ربع هحط معاها معلقتين من السكر، تقدروا تزودوا او تقللوا زي ما قلت لكم، ومعلقة كبيرة من النشا. هقلب كده وهركنها على جنب. وهنا بقى بقبقت كده لمدة دقيقة وخدت كمان طعم الحليب. هنزل بيها بقى كده في طواجن. المقدار ده مقدار الكوباية ده يعمل معاكم 4 أطباق تقديم، يعني يكفي 4 أشخاص. أنا هنا حطاها في طواجن، والطاجن هنا يكفي شخصين. هسويها وهركنها على جنب. الحليب المدوب فيه نشا، طاسة على النار، وهنزل بكوباية الحليب اللي مدوب فيها نشا أو كوباية الا ربع، وهفضل أقلب كده على نار متوسطة لحد ما يجيلي صوص مهلبية خفيف. هنزل عليها بمعلقة من القشطة، ودي وش اللبن اللي بكون ركناها بعد ما بغلي اللبن ويعمل وش قشطة كده، بخزنه في الفريزر. هبدأ بقى أحط كده معلقتين كبار على كل طاجن من الشعرية، وهقلبهم كده علشان ياخد طعم المهلبية. بعدين هنزل المهلبية على الوش، وهيكون بالشكل ده، وتقدروا تقدموها بالشكل ده، هيكون طعمها حلو جدا وكمان كريمي. خطوة اختيارية، بنزل كده من فوق الطاجن بمعلقة من القشطة، واحاول اوزعها على كل وش الطاجن، وممكن كمان رشة من السكر معاه علشان تديني شكل كده متكرمل من فوق. وتحت الشواية هدخلهم بقى كده اقل من دقيقتين، هيطلعوا بالشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوه ده. قدموها بقى سخنة، طعمها فعلا حلو جدا، مخدتش وقت خالص، هم 10 دقايق وكانت جاهزة معايا. والخطوة الفرن ده تقدروا تحطوها، تقدروا تقدموها بالشكل زي ما قلت لكم كده اللي في الاول. لايك ومتابعة لأول مرة تدخلوا على القناة، متنسوش تشيروا الفيديو، خلي الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.